زياد. اهلا وسهلا. نورتوا يا شباب. مرحبا. وسهلا كيفك فيكم. يا يعطيكم يا العافية. ميت طمني مرحبا. عنك. يا ميت اهلا فضلونا وسهلا. عنكم. مرحبا يا رجال. شو أهلين، الأخبار؟ تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضل. هلا. تحياتي. تفضلوا. يا هلا. تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. كيفك؟ يا أهلين أهلين وسهلين، مرحبا نورتوا. أخي. تفضلوا. تسلم. شو لفوق. الأخبار؟ تفضلوا ايه لفوق. تفضل. يا الله ميت اهلا يسلمك. وسهلا. مرحبا. اهلين يعطيك على العافية. شيخ. فيكم. تفضل. اهلين فيك يا شيخ. شرفتوا. دياركم وسهلا. عامرة. يا تفضلوا. ميت اهلا تفضلوا. وسهلا. إن شاء الله شرفوا، دياركم شرفوا. عامرة بالأفراح يا يا رجال. اهلا أهلا وسهلا وسهلا. فيكم. اهلين وسهلين. السلام نورت عليكم. ميت كيفك؟ اهلين وسهلين. اهلين يا فيك. اهلا وسهلا. شرفوا. اهلين. اهلا يا هلا. وسهلا. مرحبا. تفضل. طمني عنا. اهلين ابني. والله لا يعطيك تطلع علي. العافية أخي. تفضلوا لفوق. اهلا كيفك؟ بالحبايب. شرفوا يا رجال. يا إن شاء ميت الله اهلا تمام. وسهلا. رجال اهلين بالطيبين. اهلين وسهلين. اهلين كيفكن؟ بالاوادم. اهلين بالاوادم. تفضلوا تفضلوا. تفضل. والله ونوري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا هلا. اهلا وسهلا فيكم أهلاً، جميعا. أهلاً.
شلون طالعة يا بنات؟ من هلا ناخذي العقد جوري بتجنني. طالعة مستعجلة حلوة كتير. جوري طالعة بتجنني. ألف مبروك يا حبيبة قلبي. مبروك جوري وأخيرا صار يلي بدك إياه. مزبوط. ضحكتك موصلة ورق دناكي. خلاص. ايه والله عن جد. بس يا بنات لسه ما اجى العريس، يعني ما في شيء اكيد. حاجه مو حلوه هالمسحه بنوب. شو عم تستني؟ خلينا نجهز القهوه. منيح اللي رح تخلصوا مني. اسكت يلا. الحقني يلا يلا استعجل خلينا نلحق. يلا. مرحبا، أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. مرحبا. الله يخليك. أهلين. شكرا. ايه طمني، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام منيح. قل لي شو عم تساوي؟ التراكتور تعطل وصلحته. جبرائيل، انت بتعرف انه ضيع الدرجان وبريتان بيحترموك، ونحن بشرفنا انه نكون معك هلا. استغفر الله. ومثل ما بتعرف انت، علي شير صار له صلاحيات ابوه المرحوم الحاج علي، ولو انه نحن جايين مشان نستقر هون، كلمة علي شير ما بتصير تنتين عن ضيع الدرجان. علي شير ابني عم اسمعك. هاي أول مرة بحكيه قدام الكبارية بسبب عمري الصغير. أنا بتوقع إنه يلي رح أطلبه رح يجيب الخير للكل. عمي جبرائيل، أنا أجيت مشان أطلب إيد المحروسة جوري لزياد على سنة الله ورسوله. إذا الله راد ما في مانع من هالشي وما في أي مشكلة. مصاهرتنا لإلكن مو بس بتشرف جبرائيل، بتشرف كل الحاضرين هون، لأنه نحن مثل ما بنعرفكن بنعرف زياد كمان. بس مع هيك لازم تعطونا شوية وقت. عمي جبرائيل، بما أنه أنا إلي إيد بالموضوع لا تقلق من ناحيتي. غير هيك خدوا وقتكم، هذا حقكم الطبيعي. غير هيك هي عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا. بس بما أنه أنا هون عندي اقتراح ورح أحكي، هو إنه نترك الموضوع لجوري. خلينا ناخد رأيها بالأول، والقرار بيرجع لإلك ولإلها. كلام مهران مزبوط، أكيد إلكن حرية الاختيار. جوري لا تواخذينا لأنه إجينا بهالأعداد من دون ما نبعث لكم خبر قبل بوقت. شو هالحكي مهران آغا؟ ما في داعي تبعتوا لنا خبر. جبرائيل بيك، بلا ما نمطمط بالقصة، بدنا تعطينا جواب بأسرع وقت ممكن. ما فيه الواحد يستعجل بهيك قصص. لا تطول علينا عمي جبرائيل، بدنا نصير قرايبينك بأسرع وقت ممكن. مثل ما قال الجد جبرائيل، الله ييسر. لا تقلقوا، كل شي بوقته حلو.
بعرف إنك جاي وبعرف إنك بتحبني وإنك ما رح تقدر تعيش بدوني أبداً. ما في عندك شي بدك تقوله زياد؟ شو كان جواب أبوك؟ بابا فرحان كتير بجيتك، بس قال إنه حسب أعرافنا وتقاليدنا لازم نفكر شوي. بدي إياك تعبر عن حبك يا زياد، وبدي أشوف ابتسامتك كمان. أنت من شو خايف؟ من شو خايف؟ شايفة كل هي القبور؟ أغلبهم انكتب لهم يموتوا قبل أوانهم، ولأني كنت خايف إني موت قبل أواني ما كان بدي ورطك معي، ما كان بدي أدفنك بالحياة. بس لا تزعلي، أنا فزت. مفاجأة. عبد الله؟ ايه اجاك يا عبد الله. فكرت اني ما رح لاقيكي مو هيك؟ ما كنت متخبية لحتى تلاقيني، أصلاً عم دور عليك. على مين مفكرة حالك عم تضحكي هلأ؟ بلا ما نضيع وقتنا باللف والدوران يا ريحان. نحن خبينا عن الكل انه كنا بدنا نخطف ولاد طه، يعني لا سعيد ولا عماد ولا حتى سعاد قلنا لهم. بس زياد من وين عرف يا ترى؟ مين اللي حكى له يعني؟ عن جد كنت بدك تخطف ولاده لطه؟ ما كنت بعرف. يا الله شو ذكية. معك حق، مبين علي اني اجدب شوي، بس هالشي مو معناته اني اجدب عن جد يا ريحان. لما تفكري بالموضوع يا نور عيوني بتذكر اني قلت لك عن الخطف وحكيت لك كل شي كمان، بس بعد ما حكيت لك اختفيتي فجأة، يعني كل شي صار واضح. بس المهم لا تقاومي، حكينا بما فيه الكفاية وهلا رح نمشي ريحان خانو. امشي يلا. جوري اسمعي بنتي، أنا ما كنت أبوكي، بس كنت أبوكي وأمك بنفس الوقت، وراسي واجعني أكتر منك. تعرفي أنا عندي مسؤولية كبيرة، مو بس لعيلتي للضيعة كلها. حاكيني بصراحة، فيك تعتبريني رفيقك. هلأ صار الوقت المناسب مشان تاخدي قرارك. أنا كل تضحياتي كانت مشانك، ورح ضل ضحي كمان. أنت يا بنتي بتعرفي مصلحتك. هلأ لازم نلاقي واحد من اللي عم يدقوا على بابنا. شو بكي ساكتة جوري؟ بعرف شو هو الخيار يلي بتميلي إله، فكري شوي مشان ما تندمي. أنا فكرت بابا. حسان اطلع. كيفك حضرة المحامية؟ منورتي. يعني ما بعرف شلون بدي اقول لك اياها، بس ما غلطت لما قلت لك انه هالمحامية لازم تروح من ملاطيا. شو يعني؟
شو لازم اقول لك انه ما في غيرك عبقري بالدنيا؟ شو بتفرق معك؟ وانت رايح وجاي بين انقرة وهون، وضعك مثل وضعه. الفرق الوحيد هو انك رجال، ولو اني بشك بهذا الشيء. زدت لي اياها بهالمي. شو حضرة المحامية بتعرفي تسبحي؟ اعطيني هالسلاح، نطلي لعندها لشوف بسرعة. شو حضرة المحامية؟ ان شاء الله المي مو باردة كتير عليكي. ها؟ رح تغني مثل البلبل. هلا بتشوفي شلون رح خليكي تغني. يلا جيبها بسرعة. ماشي. لسه رح ننبسط كتير وما شفت شي يا حضرة المحامية. أخي محمود، يمكن أنا وأنت صار في زعل بيناتنا من زمان، بس صداقتنا باقية وبيضل في تاريخ طويل بيجمعنا مع بعض. نحن عانينا مع بعض بنفس المكان. زياد اقتحم بيوتنا وأخذ رجالنا رهاين، ولما ماتوا رجالك كتير زعلت. بعرف انك بتكون مكتئب هلا، وانا كمان بشاركك وجعك، لاني بحب رفقاتي يضلوا قوايا. لما يكونوا رفقاتي قوايا انا بكون قوي. شكرا على هالحكي، بس انا متفاجئ انك عم تقول انه نحن رفقات. بدي اياك تعرف اني رجعت لعشي. من هلا رح اقضي ايامي بالبيت مع مرتي واولادي. قول شو ما بدك عني، مو مهم. يمكن تقول اني جبان، بس انا ما بخاف بنوب. هيك قلت لما زياد وجه المسدس على راسي. غير هيك رجالي أنا مو زياد اللي قوصهم، يلي تسبب بموتهم هو خيانتهم لإلي. وكمان لازم تعرف زياد لساته عدوي. ايه فهمان عليك، وانا بسببه مرت فترة صعبة علي. بس نحن ليش عم نحكي على التليفون؟ يا انت تعا يا انا بجي بنلتقي وبنحكي وش لوش. لانه رح كون بأنقرة خلال كم يوم، لانه حزبي بده يرشحني للبرلمان بالانتخابات. ولآخر مرة بقول لك خلينا نوقف مع بعض. خليني أفكر. طيب تعال عندي ومنفكر سوا، ليك بكرة منسافر على أنقرة مع بعض. بجي بشوفك اليوم المساء حضرة المحامية. انبسطي بسباحة. هي بتستاهل كل شيء على اللي سوته فينا، بس لا تقتلوها. مين قال لك بدنا نقتلها؟ ولا تعطي اسرار لابن انقرة. ما اقول اعطي اسرار له، اساسا انا ما بحبه ولا حتى حابب وجوده هون، بس انت اللي جبته لعنا. اسمع مني يا اغا، خلينا نحطه بالمي مع المحامية. كل شيء له وقته، واليوم المساء كل الابواب مفتوحة قدام ابن اغلو. افتح المي بوشون، ومن اليوم ارتحنا من زياد. خلي هالشهر يكون شهر سلام. هلا كل شي بيهمنا انه ما نروح على أنقرة وما يوجهوا السلاح علينا. شكور اغا. شو جاب هالشيطان؟ والله ما بعرف. خلينا نقلعه من هون. استنى شوي، أنا بحاكيه. السلام عليكم.
قول لك لابك انه يتركوا سلاحهم بالسياره. أبو عبد سيف، الله هون الدنيا مو اهدى سايبه. شوي، خلص عمل مثل ما قال، بكفي. اطلع لبرا. في لنا عندكم أمانة وإجيت لآخذها. أمانة شو؟ المحامية ريحان تركت عندكم ملف. مو مزبوط. هي لا تنكروا، يا عندكم يا عند زياد. إذا مو معك معه، وهلا اتصل في على مستودع الفحم خليه يجيب الملف. إذا مو بالمستودع بيكون بالفيلا. راح أعطيك رقم التليفون تبع المدرسة بالضيعة، هن بينادوا لزياد، وخليه يجيب الملف بدون تضييع وقت. أنا راح أستنى هون لحتى يجيبه. إيه وهلا وصلنا على كاسة شاي. يلعنك انت والشاي تبعك. اتركه نلع. بكفي خلص. طلع من هون بسرعة ولا عاد ترجع مرة بسيطة، ثانية. أنا بفرجيك شو راح سوي فيك. شاع يلا نلع. إذا بدك تطلب شي منا تعال واطلبه باحترام، وهلا نلع يلا. ما راح تستفاد أي شيء من هالملفات اللي معك. إذا مفكر أنك عم تخدم زياد فأنت غلطان، بس ليك إذا شكور آغا عصب أنا ماني مسؤول عن اللي بده يصير أبداً. روح واعمل يلي بيطلع بإيدك. ليك خليني لك شغلي. نلع من هون، لا تخليني ابتلي فيك. لا حدا يتدخل، ارجعوا لألكم، ارجعوا. بعد بكرة بتشوفوا، أنا بفرجيكم. عاد يمين شرف. عزيمة العم جبرائيل لنا فرحتنا كتير. كمان أهم شيء إنه هالمناسبات الاجتماعية بتقوي العلاقات بيناتنا، وعن قريب لازم نحن نعمل هيك مناسبات كمان. بكرة روح ونقول سلامنا هاد لعمي جبرائيل، وقل له إنه ديريجان كلياتها معك. رح يوصل سلامك لجدي جبرائيل. بدي تكون عقوبتها لهي عقوبة قاسية كتير، وبعدها بتدفنها بشي حفرة. أنا تحت أمرك شكور آغا، كأنك قريت أفكاري. عن جد فكرت مثل ما أنا عم فكر، بس لو تعطي نفس العقوبة لابن أنقرة. عبد الله، أنت عقلك شغال، بس ما عم تفكر غير بقصص ابن أنقرة. هذا الزلمة صلة وصل بيننا وبين أنقرة، وطول ما علاقتنا موجودة أهل أنقرة لازم يضلوا عايشين. معك حق آخا.
اجوا الضيوف يا ميت اهلا وسهلا فيهم. اهلين تفضلوا يا أهلا تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا شرفتونا تفضلوا. انبسطنا كثير أهلا وسهلا. فوتوا. اهلا وسهلا. هدول كلهم جاه عدوا يا اهلين يلا فيكم قعدوا يا ارتاحوا صبايا. ارتاحوا. الشرف لنا يا تعالي اغا جنبي، انكم تعالي. زرتونا. ايه والله. مثل ما بتعرفوا كلياتكم يا إخواتي، نحن اليوم أعطينا بنتي جوري على سنة الله وسنة رسوله لعشيرة ديريجان الكريمة المعروفين بكرمهم وبأصالتهم. إن شاء الله روابط القرابة بيناتنا بتضل. بدي أقول قدامكم إنه بنتي من هلأ وللأبد وبدون أي شك كمان رح تروح بإرادتها لتعيش مع عشيرتهم بقية حياتها. بدي الكل يعرف هالشي. إيه يا إمامنا، هلأ صار فيك تبلش. يا أخواني وأخواتي، بالأول بدي أقول الله يبارك بجبرائيل ويبارك فيكم كلكم. الله كتب لنا نشوف هاليوم الحلو وخلانا نعيش فيه هالسلام وهالفرحة. اليوم بنتنا جوري وابننا زياد أخذوا أول خطوة مشان يتزوجوا ويأسسوا بيتهم. إن شاء الله ينبسطوا بحياتهم. آمين. وخواتم الخطبة باسم ديريجان وبالنيابة عن زياد رح يلبسها علي شير لبنتنا جوري. الكل لازم يعرف إنه روابط القرابة بيناتنا ما رح توقف هون أبداً. هي أول مرة بلبس فيها حدا خواتم الخطبة، بس أنا موجود هون اليوم مو بس مشان لبس خواتم الخطبة، أنا هون كمان نيابة عن زياد. على بركة الله. بسم الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف ألف مبروك. مبروك. الله يبارك. الله يهنيكم يا يجعل رب. الله الدمع يبارك عقبال عند إن شاء الله. العزابية. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليك يا بنتي. كثير انبسطت الله والله. يلا روحي. تستاهل كل خير عن جد. يا نجوم الليل الأسود، قرب يجي الصبح. ضونا ما رح ينطفي أبداً. ضوي يا نجوم السما، يلا ضوي يا نجوم الشمس السوداء. هلأ اضوي، لا تخلي الخفافيش تطلع، ما لازم يطلعوا. لا تطالعوهم، ما لازم يطلعوا. لا تسمحوا لهم، ما لازم يطلعوا. شو هالحالة سعدو؟ عن جد عم تسأل هالسؤال؟ على أساس نحن رفقات أو مثل الرفقات. كنا بدنا نتعاون مع بعض، ما كان في مشاكل بيناتنا. إذا واحد وقع بمشكلة التاني بيساعده. خلينا نأجل هالحكي لبعدين، ضيوفنا قربوا يجوا.
انت شربان، روح ارتاح. ايه انا شربان، بس في سبب للشرب. انت عبد الله كنت تتلاعب فيني، انت شفت للبنت وعرفتني عليها، بس طلع هدفك مختلف، عملتني طعم لزياد. كلام اخي مزبوط عبد الله، انت عملت ساعده طعم لزياد؟ لا تعمل حالك ما بتعرف، لانه انت اللي رميتني بالنار. كل اللي بدي اياه هو البنت. مشان اعمل اللي بده اياه سعده رح احرق زياد وخليه يندم كتير. خلص تدريبي، إذا بدك بكمل لسه ورح صير أنسى بضيعتك عن قريب. شفتي يا جوري، هذا اللي كنت خايف منه. انت درستي وتعبتي كتير، وهلا رح تبلشي تدريس كمان. لهذا السبب أنا خايف كي تعيينك ما إجا بضيعتنا. بركي نقلوكي لمكان تاني، شو بدنا نساوي ساعتها؟ مضطر إني روح معك، بس بركي ما قدرت روح على المكان اللي عينوكي فيه. والله ما بعرف، يا ترى ممكن يكون أنا غلطت لما ربطتك فيني. لا تقول هيك زياد، الموت بس يلي رح يفرق بيناتنا. لا تهرب يا شبان، لا تهرب، تعال لهون يا عديم الشرف. شوكات، انت منيح؟ طلع شوكات، شوكات. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلين. آغا زياد، هلا قوصوا شوكت. مين قوصوا؟ رجال شكور آغا. وشو وضعه؟ هلا بالمشفى متصاوب. روح لعنده هلا، قل له انه مو لحاله. تمام، رح روح على المشفى فورا يا آغا. خلونا نودع ضيفنا. يلا ولا زياد، يهمكم، استنوا اخبار منه. روحوا يا رجال، استنوا الاخبار منه. نحن بأمرك. أمرك يا آغا. إيه
خلينا نجمع الرجال، لازم الكل يعرف. روح انت جيب سيارتك يلا، لا تتأخر. بسرعة ايه يا ابني. اخوان، خلينا نفوت هلا لجوا. تفضلوا تفضلوا. شرفوا لجوا. شرفوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.